السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. هل اكل كلية الدجاج صحي ومفيد ولا ممكن يكون ضار لكل افراد الاسرة؟ طيب ليه واحنا صغيرين كنا بنحب اكلها؟ حتى هذه اللحظة انا من ضمن الناس اللي بعشق طعم الكلية بتاعة الدجاج. النهاردة هنعرف فين مكان الكلية بالظبط في الدجاجة، وهل هي مفيدة ولا مضرة لصحتنا أو صحة الأسرة. لكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك حالا في القناة علشان يصلك كل جديد، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. مكان وجود الكلية داخل جسم الفراخ زي ما حضرتك شايف في الفيديو هنا هيكون في ظهر الفرخة من تحت، يعني تقريبا في نفس مكان وجود الكلية في جسم الإنسان. المكان ده أكيد حضراتكم أو معظمنا دايما إحنا بنحب طعم الكلية وبنعشقها. يمكن معظمنا كان بياكل المنطقة دي ومش واخد باله إن هي دي كلية الفراخ. طيب السؤال هنا دلوقتي، هل كلية الفراخ اللي طعمها جميل قوي دي مفيدة لجسم الإنسان ولا ضارة لجسم الإنسان وصحة الإنسان؟ أولا أنا مش عايز أقول لك كلام يخوفك، لكن إحنا بنقول كلام يفيدك. يعني مثلا لو كلت سيجارة، لو شربت مثلا سيجارة أكيد مش هتموت، لكن في الآخر هي بتمثل ضرر ولو بسيط لجسم الإنسان. نفس الكلام لو كلت اندومي او حاجة ساقعة او يعني شيبسي للاطفال، اكيد هو مش هيضر الطفل بشكل حاد، لكن مع التكرار ومع كتر اكل الشيبسيهات او الحاجة الساقعة او كذلك الكلية. انا ممكن احنا بناكل كلية كلنا وما بيحصلش حاجة، لكن تكرار اكل الكلية في مشكلة ممكن تتعرض ليها. ايه هي بقى؟ الفكرة باختصار ان الكلية هي المكان المخصص لتراكم السموم وخروجها بعد كده. فممكن حضرتك لما هتيجي تاكلها هيكون في نسبة سموم، يعني لو جسم الفرخة في نسبة من السموم والأدوية والحاجات المتراكمة من عملية الهضم، أكبر نسبة من السموم والأدوية المتراكمة بتكون في جسم الكلية استعدادا لخروج الحاجة دي خارج جسم الطائر. علشان كده يقول لك ايه لما تيجي تدي أدوية للفرخة، يقول لك فترة سحب الدواء مثلا 3 أيام أسبوع. ده معناه ان الدواء ده بيفضل جوه جسم الفرخة مثلا 3 أيام لحد ما يخرج من خلال الكلية. إذا هو بيعدي على يعني أكتر مكان بيكون فيه تراكم للأدوية والسموم هي جسم الكلية نفسه. فبالتالي من الأفيد لحضرتك ولصحة أسرتك إنك يا سيدي يعني كفى الله المؤمنين شر القتال. هي مش هتموتك، مش هتأذيك زي ما شرحت لك كده، يعني كيس اندومي ولا كيس شيبسي ولا حاجة ساقعة مش هتبوظ لكن أنا بقول لك معلومة فنية علمية مفيدة ممكن تفيدك علشان خاطر صحة أسرتنا أغلى من كل شيء. دي كمان نصيحة لكل ستات البيوت، أنا حتى في بيتنا بنعملها. لما تيجي تطبخ الفرخة أنت مثلا ممكن تقسمها نصين كده علشان تظهر الكلية، وبشوكة كده ممكن تطلع الكلية من جسم الفرخة قبل حتى ما تحطها في المية وتغليها وتسلقها أو ما تطبخها. يعني حتى عملية إنك تاخد شوربة الدجاج، يا سيدي خلي شوربة الدجاج من مجرد لحم الدجاج، بلاش تسيب الكلية أو الكبد داخل جسم الفرخة. طلع الكلية، حاول تطلع الرئة. يعني حضرتك دايما وانت بتطبخي حاولي تطلعي الكلية بالشوكة، كذلك الرئة بتاعة جسم الفرخة، لأن الرئة والكلية كذلك الكبد برضو افصليه، ممكن يتشوح ويتعمل بشكل كويس في النار، خصوصا لو فراخ بلدي. يعني لو فراخ بلدي متربية على ايدينا مفيش مانع ناكل كبدتها ويمكن كمان كليتها. لكن لو فراخ يعني تربية في المزارع انت او حضرتك مش ضامنين مصدرها او اخدت ادوية ايه الفترة الاخيرة قبل ما تندبح، فبالتالي الافيد والامن ان احنا نتخلى عن الكلية وعن الكبد علشان خاطر صحة اطفالنا وصحة اسرتنا اغلى من الدنيا كلها. وفي النهاية يا رب اشوفكم دايما في خير وصحة واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.